هفتح لكم واحده واوريه لكم من جوه شكله بيكون عامل ازاي. اهو ده شكله من جوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم نجلاء فتحي، والنهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض السابليه الناعم بطريقه سهله خالص في البيت. احنا عاملينه طبعا بمناسبه العيد. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعيد عليكم جميعا يا رب بخير. لو اول مره بتزور القناه بتاعتي يا ريت تدعميني بلايك، وكمان تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بينا نشوف هنعمل السابليه مع بعض ازاي. اهي ده عباره عن 750 جرام من الزبده او كيلو الا ربع من الزبده. لو عايزه تعايري بالمج طبعا ما ينفعش خالص انك تعايري الزبده بالذات بالمج الا اذا سيحتيها ورجعتي عايرتيها تاني. تمام. فانت من الاول هاتي حوالي كيلو الا ربع من الزبده. معايا كمان من السكر البودر معايا منه كوبايتين الا ربع. لكل كيلو دقيق هتاخدي حوالي كوبايتين الا ربع. و3 معالق كبار من النشا عشان بتعطي هشاشه برده للسابليه. ومعايا كمان 3 بيضات. ممكن تستخدمي 3 بيضات او بيضتين كاملين بس يكونوا كبار وتستخدمي صفار. هاخد بس على البيض سنه كده من الفانيليا السايله. هنبتدي بقى دلوقتي هحط وهبتدي بقى اضربهم مع بعض. اضربيهم كويس. هتستمري في الضرب لغايه ما لون الزبده مع السكر لونها يبيض خالص. دلوقتي بعد ما خلاص الزبده بتاعتنا لونها فتح كده هنبتدي بقى ننزل بالبيض بيضه بيضه. طبعا زي ما انتم شايفين حطيها الفانيليا على جنب اهي الفانيليا السايله. هنبتدي بقى ننزل بالبيض. نزلنا باخر بيضه مع الفانيليا اللي لونها احمر دي الفانيليا السايله. كده مش ناقص عندنا غير اننا نضيف الدقيق. ببتدي بس اضيف عليه ال3 معالق الكبار النشا. يبقى انا حاطه دلوقتي على الكيلو الدقيق 3 معالق كبار من النشا وحاطه عليه ذره ملح يعني حوالي ربع معلقه صغيره. هننزل بيهم بقى على الدقيق بس طبعا هنشيل دلوقتي بقى المضرب وبعدين هنكمل. هنبتدي بقى نحط الدقيق هننزل بيه شويه شويه كده بس الاول هنقلب النشا معاه. طبعا السابليه ما بيتحطش عليها بيكنج باودر. ولو لقيتيها طريه ممكن تضيفي عليها من 2 ل 3 معالق من الدقيق. بتفضلي تضيفي بقى معلقه معلقه مش مره واحده يعني. كل ما يختفي منك الدقيق هتنزلي بشويه دقيق تاني. انا خلصت خلاص العجينه بتاعتي كلها اهي. لازم تكون طريه بالشكل ده. طبعا كل دقيق بيختلف من نوع لنوع يعني. في نوع ممكن ياخد معاكي الكيلو بالظبط للكيلو الا ربع، وفي نوع ممكن ياخد معاكي كمان 3 معالق زياده يعني حوالي ربع كوبايه كبيره. تمام. هنحطه بقى دلوقتي في التلاجة يرتاح شويه وبعد كده هنشتغل فيه. زي ما انتم شايفين ده كده ارتاح في التلاجة بقاله حوالي ساعه اهو. هنبتدي بقى ناخد منه قطعه قطعه. هو جامد يعني شويه في التلاجة اهو. هنبتدي بقى ناخد منه قطعه قطعه ونفردها. هنجيب قطعه من العجين. طبعا هنجيب يا اما كيس تلاجة يا اما هناخد قطعه من العجين نفردها بالشكل ده كده. طبعا هتكوني مجهزه صينيه. لو عندك تيفال تمام، ما عندكيش تيفال يبقى اول مره لازم تحطي يعني مثلا دهنه زيت. هنشتغل بالنشابه بس ما تفرديش قوي. تمام كده. نبتدي بقى نقطع. هنختار مثلا الشكل ده. هنبتدي بقى ناخد القطعه بتاعتنا دي اهي هنرصها في صينيه. دايما يحبذ في شغل البيتيفور او السابليه او الحاجات دي انك تحطي الاول قطعه في الفرن او قطعتين تشوفي يعني هيتفرد معاكي في الفرن قوي. فيه مقادير مش مظبوطه هتلاقي السابليه بتاعك مش مظبوط هيبان يعني سواء كان سابليه او بيتيفور. فيحبذ انك تحطي في صينيه صغيره الاول قطعتين تشوفي اذا كان يفرش منك قوي هيكون محتاج ان انت تحطي فيه كمان معلقه او معلقتين من الدقيق. تمام. بس انا طبعا المقادير اللي انا عاملاها لكم دي انا مجرباها قبل كده كذا مره فمش هعمل موضوع الاختبار ده. لكن لو اول مره هتعمليه لازم تعملي الاختبار ده. زي ما قلت لك تحافظي على سمك حوالي 3 مللي. انا جايبه شكل القطه ده. هنستعمل شكل القطه. هنعمل بقى كل القطعه دي بنفس شكل القطه. مثلا هنقول 12 فهناخد بقى دلوقتي 6 منهم هنعملها بالفورمه الصغيره بتاعه القطه. هي دي الفورمه الصغيره. 5. تمام كده 6 اهي. ممكن تستعمليها برضو على بعض تحطيها على بعضها. تمام. هناخد بقى دلوقتي 6 من الاشكال دي
القطعه المتفرغه اللي قلتلك عليها هي دي اهي، عشان بعد كده هنحطهم على بعض. نحطهم بقى في الصينيه. الفراشه تمام، هعمل منها برضو كام شكل، برضو شكلها حلو قوي. بس شكلها جميل قوي ازاي. تمام. انا ما لقيتش فراشه صغيره نفس الشكل عشان افرغ الفراشه. هستعمل البديل بتاع تفريغ نفس الفراشه، هستعمل دي. بعد ما اعملها كده هاخدها بقى ايه، افرغها من النص بالشكل ده. يحبذ انك تحطي نفس القالب اللي انت عامله فيه عشان تعرفي تظبطي جسم الفراشه اهي اهي. تمام كده. دي شكل الفراشه المتفرغه، بس خلي بالك بقى امسكيها بالراحه خالص اهي. كمان ممكن تعملي فراشه على فراشه تحطي بينهم شوكولاته. هنعمل الدائري اللي هو ده. طبعا شغل السابليه ده متعه يا جماعه، يعني ما تفكروش ان حاجه بقى غلبه وكده، لا بالعكس. شغل السابليه من الحاجات الممتعه جدا جدا اللي تحبي تشتغلي فيها. هناخد جزء مدور كده وبرده جزء مدور تاني. طبعا انت هتعملي بقى كميه او هتعملي شكل واحد براحتك، يعني عادي ممكن تعملي شكل واحد فقط يعني. وهنفرغ من النص بالشكل ده كده، هتبقى شبه الدونات شايفه اهي. هنبتدي بقى نعمل الورده الكبيره بالشكل ده كده. على قد ما هتعملي ورد من ده هتعملي برضو ورد مفرغ من نفس الشكل. تمام. شايفه مثلا الشكل هو الورده اهي. هناخد ورده تانية هنفرغها بالشكل ده كده. ناخد بقى ورده اصغر منها، وممكن تعملي كبيره بس انا ما بحبش السابليه كبير قوي. تمام، عشان كده بعمل الصغيره، لكن انتي ممكن تعملي الكبيره عشان تعرفي تتحكمي فيها اهي. والورده بتاعتها اهي شايفه. هنكرر بقى نفس الموضوع. بحب على فكره جدا الورد الصغير ده، برضو ممكن تعملي بينه مربى او تزينيه بالشوكولاته، برضو بيكون شكله حلو جدا. طبعا بتشيليها بحذر لان الحاجات اللي هي المفرغه دي بتكون يعني سهله ان هي تتقطع منك وانت بتشيليها. هتشيليها بحذر اهي. بعدين اظبطيها بقى في الصينيه كده. انا خلصت اول صينيه اهي، دي الاشكال بتاعتها كلها. هبتدي بقى ادخلها الفرن دلوقتي. بتقعد من حوالي يعني من 10 لربع ساعه بالظبط، يعني 15 دقيقه. طبعا وهي في الفرن هتلفيها بس كده عشان خاطر كلها تستوي زي بعضها. ما تسيبيهاش لما تحمر، احنا عايزينها بس توصل للدرجه اللي هي الاصفر الفاتح. وبعدين هوريكم شكلها بيكون عامل ازاي. هناخد بقى نصهم بالظبط، هنفرغ منهم كده اهي. هوريكي برضو شكلها بعد ما تستوي. تعرفي بقى ازاي ان هي استوت. انا كده خلاص، انا مش هشغل عليها اكتر من كده من تحت. بصي هتمسكي واحده مثلا منهم اهي، هتلاقيها محمره شويه من تحت. تمام. بصي خلاص احنا مش عايزينها اكتر من كده. ممكن تشغلي عليها شويه بس، يعني مش اكتر من 5 دقايق وانت واقفه جنبها وبعدين تطفي. كده خلصت كمان الصينيه التانية اهي. هدخلها بقى الفرن واوريكي بقى اللي طلعت من الفرن شكلها بيكون عامل ازاي. هي دي الصينيه اللي طلعت معايا من الفرن اهي. زي ما انتم شايفين انا محمرتش وشها من فوق قوي. انا دلوقتي جهزت الحاجات اللي هعمل بيها الحشوه. في معايا شوكولاته من اللي هي الغامقه، ده باكت كامل شوكولاته غامقه، وده نص منه. تمام. هنسيحهم بقى دلوقتي، وانا جهزت الاكياس اللي هحط فيها اهو. الاكياس دي انا اللي عاملاها. لو برضو عايزين تعرفوا الطريقه بتاعه الاكياس ازاي تعملي كيس حلواني ممكن تعرفيني وانا هعرفك. وكمان معايا مربى من مربى المشمش اللي هنستخدمها في التزيين. اول حاجه طبعا هنسيح دول على حمام ميه دافي على البوتاجاز. يعني هتحطي مثلا طبق بايركس وفيه نص ميه على البوتاجاز، وبعدين هتحطي دي تسيحيها كده بالراحه وتقلبيها بالسباتيولا لغايه ما تسيح. وبعدين هنجيبها وهقول لكم هنكمل هنعمل ايه. ده السابليه بتاعنا خلاص جاهز كله اهو. زي ما انتم شايفين، زي ما قلت لكم حاولوا تطلعوه كله باللون ده، يكون بس ارضيته خفيف الاحمر بتاعها. وهتاخدي بقى الاحمر ده تحطيه كده عشان ما يبانش اللون غير الفاتح هو اللي تحت. تمام. هنبتدي بقى نقول بسم الله. معايا الشوكولاته سيحتها اهي، وبسيح كمان شوكولاته بيضه، وفي معايا كمان المربى. في البدايه هناخد قطعه من الدائريه كده، وزي ما قلت لك هتيجي على القطعه اللي هي الحمراء اللي فيها، هتبتدي تحطي عليها كده معلقه صغيره من المربى اهي. وبعدين تحط عليها الجزء برضو من الناحيه الحمراء بالشكل ده كده. اظبطيها خالص اهو. هنكرر نفس الموضوع
حوالي معلقه صغيره، معلقه اللي هي بتاعه السكر، معلقه الشاي الصغيره خالص دي. وبعدين هناخد الجزء التاني عليها بالشكل ده كده. ممكن تاخدي شوكولاته اهي، اهي، وتحطي عليها الجزء التاني بالشكل ده كده. اي شوكولاته زياده شيليها اهي. الورده برضو هنحط عليها مربى، ما تكتريش اول مربى برضو عشان ما تخرجش منك بره. وحاولي تظبطي الدايره على بعضها بالشكل ده. اي زيادات شيليها اهي. دي واحده من الكبيره اللي احنا فرغناها اهي، برضو هنعملها بنفس الطريقه، برضو هنعملها بنفس الشكل كده واهي. دي الشوكولاته البيضه كمان اهي، برضو هنعمل بنفس الطريقه. هنحط هنا الشوكولاته البيضه بالشكل ده، وهننزل عليها برضو بالجزء اللي هو الدائري المكمل ليها بالشكل ده كده. تمام. الاشكال اللي هي المربعه دي اهي هتعمليها على بعضها بنفس الشكل زي ما قلتلك. هنحط برضو شوكولاته بيضه وهنقفلها بالشكل ده كده بس كده. كده انا خلصت خلاص، عملت اهوت بالمربى وعملت كمان بالشوكولاته البيضاء والشوكولاته اللي التانية. هوريكم بس حاجه كده بسيطه. هتجيبي بقى كيس من الاكياس بتاعه الحلواني، او تعملي انت على ايدك، انا عامله ده على ايدي اهو. وهتبتدي بقى تعملي واحده واحده بالشكل ده كده. هو ده الشكل المتعارف عليه للسابليه اللي احنا بنجيبه. زي ما انت شايفه كده احنا كده خلصنا. طبعا المقادير وكل حاجه هكتبها لكم في صندوق الوصف. وصفه سريعه جدا ممكن تعمليها حتى لو يوم العيد، مش هتاخد منك حاجه. العجينه وكل حاجه ما خدتش مني نص ساعه، يعني 10 دقايق تقريبا. العجن بتاعها ما تعجنهاش كتير، مجرد ما بتلمي معاكي العجينه خلاص سيبيها ترتاح في التلاجة وابداي اشتغلي فيها بعد كده. المهم احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا منه. طبعا لو عجبتكم الطريقه بتاعتي اتمنى تدعموني بلايك. لو اول مره بتزوري القناه بتاعتي يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. انتظروني في فيديوهات تانية كتير. عيدكم سعيد والسلام عليكم.